يتبادر إلى ذهن الجميع لماذا الدكتور أحمد عطية متواجد في شبوة ويخطب في بيحان بنفس الجامع الذي كان يخطب به الألباني. هنا يريدون أن يوصلوا رسالة أن الرجال هذا قتل بسبب خلافات شخصية مع ناس، وإنهم ناس مسالمين، وإنه الأمن مبسوط ومستتب، تلميع للانتقالي وتلميع لعوض بن مبارك، هذا عوض الوزير، بقاءه هناك تلميع له. لأنه إذا كانوا يقول لماذا إذا كانوا هم الذي قتلوا الباني لماذا لم يقتلوا عطية وهم في نفس المطار وفي نفس المسار فبقاءه هناك هي تلميع. لماذا لا يتواجد الأيام السابقة؟ لماذا لم يتواجد إلى الآن بالذات؟